9 أسئلة فعلا، بس إجابة واحدة ناقصة بتساوي مخاطرة كبيرة. كل فكرة بيزنس بتفشل مش عشان الفكرة وحشة، بس عشان الأسئلة الصح ما اتسألتش. هنا بيجي دور البي ام سي، البيزنس موديل كانفاس، اللي اتعمل سنة 2004 على ايد الكسندر اوستر وولد، واللي اتشهر عالميا بعد كتابه بيزنس موديل جنريشن في 2010. هو ورقة واحدة بس بتحضر البيزنس كله في أسئلة واضحة في ورقة واحدة. مين العميل بالظبط؟ بيختارك انت ليه؟ والقيمة ايه اللي انت بتقدمها له فعلا؟ وهتوصل له هو ازاي؟ وهتتعامل معاه ازاي وتخليه يرجع؟ هتدخل فلوس منين؟ وفي اي نموذج او باي طريقة؟ وايه هي الموارد اللي من غيرها البيزنس ده ما يمشيش؟ الانشطة اللي لازم تتعمل كل يوم؟ وهتصرف في ايه وازاي؟ عشان كده ستارت ابس ومستثمرين كتير بيبداوا بالبي ام سي قبل اي تنفيذ، لانه فعلا بيكشف الغلط بدري وبيوفر خساره برضه بدري. الخلاصه، البي ام سي مش رسمه، ده اختبار منطق البيزنس. لو عايز تطبق صح على مشروعك تابعني وهظهر لك تاني.